اهلا بيكم في قناتي قناة اجريكلتشر. النهاردة هتكلم معاكم عن تخصص بايوتكنولوجي. ازاي انا اخترت تخصصي او على اساس ايه؟ دلوقتي يا جماعة التخصص بتاعي انا اخترته ازاي. دلوقتي انا داخل الكلية، مش داخل الكلية كده هباء، انا داخل فاهم انا عايز اعمل ايه ومحدد لحد بعد سنة رابعة ان شاء الله هوصل لايه. يبقى ما نضحكش على نفسنا ونقعد ندوق نفسنا واحنا اصلا عارفين اللي في دماغنا علشان نشتتوا نفسنا. لا، انا عارف انا عايز ايه خلاص، يبقى اللي عايزه اروح ليه. ما اقعدش بقى اصل قسم بايو عالي، اصل مش عارفه قسم ايه اقل، اصل لا، انا عايز ايه في دماغي واروح له. لان كل واحد ميوله غير التاني يا جماعه. يعني مثلا في واحد مش حابب دراسه اكاديميه وحابب يفتح شركه، في عندي زمايلي فاتحين شركات، وفي اللي شغالين في شركات، وفي مش عارفه اللي بيعمل كورسات، وفي مش عارفه اللي بيعمل ايه. فانا اشوف انا عايز ابقى ايه دلوقتي. اشوف نفسي، اقعد مع نفسي كده قبل ما اروح اقدم ورقة التشعيب واسألها اقولها انت يا نفسي كنت داخلة ليه؟ انا كنت داخل ليه؟ انا داخل عشان مش عارف اعمل ماجستير في قسم في تخصص الوراثة عشان انا بحب الاحياء وبحب البيولوجي وكده. طب عرفت ده مثلا، ده انا ده ليا على اساس انا. طب عرفتي منين يا دكتور اسراء ان شاء الله ابقى دكتور؟ يعني بحفز نفسي. طبعا هما بيقولوا لنا احنا طب دراسة عليا بيعمل دراسة عليا بيقول له دكتور، يعني ايه كنوع من انواع التحفيز يعني. طب انت يا دكتور اسراء عرفتي منين ان الوراثه في البايوتكنولوجي؟ سالت وعرفت. يعني نسال ما يتوهش يا جماعه، يبقى انا اسال. يبقى انا دلوقتي اقعد مع نفسي الاول واجيب ورقه وقلم كده واروح اقول الاول انا عايز ايه. طب انا عرفت انا عايز ايه، اشوف بقى اللي انا عايزه ده لا ده في قسم ايه، مش عارفه هينفع في ايه. يعني مثلا انا عايزه اتخصص في الاقتصاد، يبقى خلاص عايزه اتخصص في الاقتصاد في حاجه معينه، مثلا في رأس المال، مش عارفه في ايه. يبقى انا اشوف الاقتصاد في مثلا تخصصات ايه جوه القسم الاقتصاد الزراعي، اكيد ليه تخصصات في الماجستير نفسه كده. هي الحياة تمشي كده بالورقة والقلم، واقعد مع نفسي وانظم حالي وعلشان ربنا يكرمنا طبعا لازم نقعد مع نفسنا ونشوفوا احنا عايزين ايه. طب انا عرفت انا عايز ايه، اعمل ايه بقى؟ خلاص اكتب اول رغبتي والتاني والتالت لحد ما اوصل لاخر رغبة. ليه لازم يكون عندكم علم ان اول رغبة لازم تعملوها زي اخر رغبة. ليه؟ علشان اعمل حسابي، اعمل نفسي ان لو ما جاتش الاولى تيجي التانية، لو ما جاتش التانية تيجي التالتة كده. بس يبقى انا كمان بعمل حسابي ان اول رغبة دي لازم هي جاية بحطها على اساس المواد المؤهلة مثلا والتقدير كده. ده بالنسبة للتشعيب. بالنسبة بقى ايه لطلبة سنة اولى، وبالنسبة لطلبة سنة اولى طبعا احنا قلنا لازم ببقى عارف اعمل ايه واقعد مع نفسي. طبعا انت مش هتعمل تشعيب بقى، انت هتقعد مع نفسك وتعرف انت عايز ايه، وتخلي الورقة دي ورقة كده نوتة صغننة تخليها معاك في المقلمة، تبقى مقلمة اللي انت بتروح بيها الامتحان ما تضيعهاش. ليه؟ علشان تبقى دي معاك بقى، او تحطها في المحفظة، تحطيها في البوك في البوك بتاعك، المحفظة بتاعتك برضو تحطوها في حتة مهمة في الملف مثلا بتاعك، في اي حتة مهمة، بحيث ان انت مثلا اول ما تخلص سنة تانية تبقى خلاص تبقى انت عارف محدد نفسك هتخش القسم ده، تعمل كذا تعمل كذا خطوات.
تبقى مأمن نفسك انت داخل قسم عشان كده وعشان كده. الورقة دي تفضل معاكم لحد سنة رابعة. لان اللي بعد التخرج كمان ليه، لان انت بعد التخرج طب انا ايه، انا نسيت انا كنت عايز ايه، انا كنت مش عارف ايه، لا تروح مسك الورقة اللي انت كتبتها بتاعت التشعيب او كتبتها من سنة اولى وتروح مطلعها، تلاقي ايه ده منظم نفسي، ده انا تمام خلاص هروح اعمل 1 2 3 خلاص كده انا كده تمام. بالنسبة بقى طبعا لو المعيد خلاص ملوش كورسات هو بيبقى بيتعين، لو هو منظم نفسه على هو معيد ما بياخد كورسات لنفسه هو، مش عشان يعني متهيألي مش عارفة بيعوزوا الشهادات ولا ايه، انا مش عارفة بس مش عارفة زي عندنا في طلبة دراسات عليا ولا لا. بس التقديم يعني قصدي لازم يجيب يذاكر وكده، بس يذاكر بس ويسيب بقى طبعا الكورسات على جنب، لان هو افيد له، هيبقى اللي عايز يبقى معيد يبقى افيد له هو يذاكر. طب مثلا عايز يعني هو مثلا متوسط او كده، يعني هو تقدير من اوائل مثلا او تقديره جايب تقدير وعايز بس مش من المعيدين، هيعمل ايه؟ هياخد كورس انجليش زي ما انا قلت ويقوي نفسه في الوورد وياخد كورس ICDL، هو يقوي نفسه في الانجليش وياخد كورس ICDL بس، ويفضل بقى طبعا يتابع جروبات الدراسات العليا عشان يعرف الدنيا ماشية ازاي والدنيا فيها ايه. بس يا جماعة انا في حاجة عايزة اقولها، ان ما نشتتوش نفسنا في حاجات ياما. خلاص انا حددت هدفي، خلاص اقلق ليه بقى؟ ما اذاكر علشان اعلي من مستواي، حتى لو انا عايزه اشتغل مثلا ليه اطلع بمقبول؟ ما ممكن علشان كمان سوق العمل بيحتاج التقديرات، ساعات يقولك لا انا عايز تقدير عالي، تقدير امتياز، تقدير جيد جدا. طب ما انا اعمل نقابي نفسي في الاتنين ليه؟ انا عايز اشتغل مثلا يبقى اذاكر كمان برضو، لان الكورسات واذاكر الكورسات اللي هي تبع شغلي. اللي عايزه اقوله لكم كمان ان في الشغل طبعا بالنسبه للشغل، عشان ما اتكلمتش عنه كتير عشان انا ما كنتش يعني مهتميه قوي، بس انا كنت مهتميه بمجال الجوده، فعشان انا كنت عايزه مثلا اشتغل في مصنع مهندسه جوده. فمثلا انا عرفت ان مثلا مجال الجودة ده مش يعني مثلا عندنا في قسم بايوتكنولوجي بيشتغل في مهندس جودة، يبقى خلاص عرفت ان هو يبقى ادخل بايوتكنولوجي وكمان عرفت ان مثلا ان في كورسات هسب وكورسات ايزو وكده، يبقى اروح اخدها وكده، اخدها اونلاين كده واقوي نفسي في الكورسات، يعني اخد كورسات تبع التغذية مثلا، اقوي نفسي في الالبان والصناعات الغذائية والتخمرات والحاجات دي اذاكرها كويس، لان بتبقى مهمة وبيسألوا فيها يا جماعة في البسطرة ودرجة الحرارة بتاعت مش عارفة اللبن والحاجات دي بتبقى مهمة بيسألوا فيها. فانا حابة اقول لاي طالب من الفرقة الاولى والتانية والتالتة والرابعة في كلية زراعة عموما او كلية زراعة سيرابيشا معانا خاصة، يعني ما تقلقش نفسك وتوتر نفسك، انت محدد هدفك خلاص، يعني اكيد كل واحد عنده هدف، مفيش حد يقول ما عنديش هدف. انت اكيد حاطط حاجة في دماغك وانت داخل الكلية، مفيش حد بيدخل الكلية كده هباء منصورا، اكيد بيبقى حاطط حاجة في دماغه، بس مش بيبقى قايل لحد او مش بيبقى قايل، يعني مش مهتم قوي، هو داخل الكلية وكده بس بيبقى اكيد بيبقى حاطط حاجة جواه. لازم الورقة والقلم يا جماعة وتكتبوا انتوا عايزين ايه وتخلوها معاكم وتحتفظوا بيها لحد بعد التخرج، علشان لو مثلا ما خدتش الكورسات دي في الكلية يبقى تاخدها بعدين،
تبقى عارف انت عايز ايه، محدد انا عايز كذا، عايز اشتغل مهندس جودة، خلاص يبقى اروح اخد كورس جودة اللي هو الهسب والايزو وكده. ما فيش ما اعرفش مكان كورسات، خلاص يبقى في البيت افتح اليوتيوب، كورس الهسب، كورس الايزو، مش عارفة بيحتاجوا الاوتوكيد مثلا، اشوف يبقى كورس الاوتوكيد. الانجليش اقوي نفسي في الانجليش. وشكرا.